السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. هاخدكم النهاردة معايا واحتمال تبقى اخر مرة لمحل سيرس. ده المحل ده كنت يعني بعشقه الصراحة، مفضل بالنسبة لي، وبعدين هيقفل بقى في منفذ كلها او تينيسي، خلاص يعني ما عادش موجود. فقلت بقى الحق اشوف في اي حاجة كده ايه في خربة المحل زي ما بنقول. يعني اكيد عامل تخفيضات وكده، لانه المفروض احنا لما سألنا المرة اللي فاتت قالوا هيقفل اخر شهر 12. طبعا هم عندهم عيد هنا يوم 25، يعني يعتبر كده بكره ولا بعده بقى الوقفه بتاعتهم. بصوا هو عامل اعلان اهو بره خلاص ان هو الستور بيقفل، فالمفروض ان في تخفيضات. طبعا في زحمه فظيعه جدا هنا، ما اعرفش هم علشان تخفيضات المحل ولا عامه زينا يعني في مصر وكده بقى قبل العيد ونشتري لبسنا وبتاع. فانا هاخدكم جوه المول ونشوف ان شاء الله هنلاقي ايه. طبعا احنا ركننا بعيد جدا ومشينا علشان بصراحه زحمه قوي يعني. فهاخدكم بقى جوه ان شاء الله ونشوف كده ان شاء الله ايه. يا رب الاقي حاجات كويسه تنفع الولاد او كده، حاجات شتوي مثلا ولا حاجه. الصراحه انا سيرس ده بحبه قوي، اسعاره كانت كويسه وكان بيعمل عروض حلوه، وبيحط لك بوينتس مثلا على الحاجات اللي انت بتشتريها. يعني انا كان ممكن اجي اروح المره اللي بعديها مثلا اقول لها مثلا شوفي عندي كام نقطه، يعني يطلع لك مثلا ان انت ليكي $20. يعني انت اشتريتي مثلا حاجات يطلع لك ان انت ليكي $20، تلاقي نفسك المره اللي بعديها بتشتري ببلاش. يعني مثلا حطيتي البلوزه او البلوزتين ولا حاجه، بصيتي لقيتي نفسك انت اشتريتيهم ببلاش. فهو كان خطير، يمكن عشان كده فلس بقى ولا حاجه. المهم يلا بينا. بصوا بصوا المنظر، خبر ابيض. المحل خلاص فضى. بصوا الناس بتشطب وبيلموا حاجتهم. بصراحة حزنت وحياة ربنا. مش عارفة بقى إذا كان لسه في حاجات معروضة ولا لأ. هننزل بقى تحت. السجاجيد عليها عرض 80% خصم. سجاد تركي خلاص، اللي كنت صورت لكم منه قبل كده في البلاك فرايدي، وصورت لكم منه الفرش والحاجات اللي زي دي. والله الواحد بيزعل على العشرة يعني الصراحة، عشان احنا نفكر على ان احنا نجيبها بتخفيض او بدون تخفيض. يعني حاجات بسيطة جدا. سجاجيد برضو حاطينها ومشايات وحاجات. بس على فكرة سيريز ما كانش بيبيع سجاجيد في الاول، يعني انا حاسة ان هم ممكن يكون حد اجر منهم المكان او حاجة وعامل تخفيضات، لان هو انا ما كنتش بشوف عنده سجاجيد قبل كده. طبعا كلها خصم 80%. مشايات بقى وحاجات عاملين 40% اوف على الاجهزه الكهربائيه. طبعا ما يعتبرش بقى في حاجه يعني عدله بصراحه، كل حاجه بقى ايه يعني، عارفين زي ما نقول كده نتاري، يعني من هنا ومن هنا. صراحه منظر الخراب وحش، يعني سواء هو بيقفل بقى خسر او ما خسرش، بس المنظر مش حلو خالص. كل ده مش عارفه انا يظهر ان احنا عاطفيين شويه بنات. الدايره دي اللي فيها شويه لبس، هو ده اللي انت ممكن تختاري منه. انا اصلا ليا $25 عندهم، فلازم اجيب بيهم اي حاجه واخد بعضي واخرج بقى. ما انا بقول لكم هم بيبقوا يعملوا ده ايه موجي عجبك ده هم بيبقوا يعملوا حاجات زي بوينتس او كده. فانا المفروض ان انا ليا $25، فهحاول اجيب بيهم اي لبس بقى بسيط وبال$25 دول واخد بعضي واخرج. يعني سواء بقى صيفي شتوي صغير كبير مش مشكله. الحاجات اللي باقيه مش قوي. ممكن اشوف لي بنطلون جينز مثلا تحت الفساتين او تحت العبايات، يعني مش عارفه. بس انا عندي برضو في بقى شويه شميزات مثلا كده، هي دي اللي موجوده. يعني زي ما تقولوا بقى ايه، هم لموا حاجتهم والحاجه اللي باقيه هي اللي مش حلوه يعني ما تعجبكيش. ف ربنا يسهل. شويه برضو بس تحس ان هم يعني ايه واسعين قوي على الشماعات. بتبقى مشكله الحاجات اللي زي دي معايا ان رقبتها بتبقى واسعه قوي يعني مع الحجاب، فبتبقي محتاجه تلبسي تحتها حاجه تانية، ما بتظبطش برضو معايا. بس ملك في بقى هيكولات اهي ملك شافت منها، ممكن يعني نجيبها تحت اي حاجه. دي كلها حاجات برقبه اهي.
بصوا دول للبيبي. برضو الشنطة دي هي سعرها $55 الأصل يعني، وعليها 60% اوف. وده شكلها من جوه. حلوة برضو، بس بصوا مشكلة معظم الشنط هنا مفيش فيها سوستة كبيرة يعني، فاهمين كده يعني. هو شكلها حلو وكل حاجة، بس ساعات بحس ان هي مش عملية معايا يعني. ما تبقى عندهم. بكام بقى ده؟ $30. طبعا انا اصلا لو جبته لبلال هيترعب منه اساسا. الشجر بقى بتاع الكريسماس، وشوايات للباك يارد والحاجات اللي زي دي. طبعا المكان ده كله الاول ما كانش فيه شجر والحاجات دي، كان فيه لبس يعني حريمي وبيجامات وحاجات، بس هو من الواضح ان كل الحاجات دي يا اما خلصت وانا جيت متاخر، يا اما زي ما انتم شايفين في حاجات اتعبت اصلا في كراتين خلاص ورجع يعني، ما اعرفش بقى رجع فين. دول برضو حلوين قوي للمناسبات. وبرضو كلهم خصم 60%، يعني معظم الحاجة هنا خصم 60 خصم 70. برضو دي شفتها، بفكر اجيبها لملوكة بس مش عارفة هتوافق بيها ولا لا يعني. بس ايه، بما ان في زحمة فظيعة فانا قلت ايه امسكها في ايدي يعني. قالت اوكي ماشي، قالت لا خلاص هنحطها مكانها تاني. البوكات الصغيرة والله كنت محتاجة لي واحد برضو، لانه بتاعي باظ. فين مش عارفة السعر فين. ازازة بلال، بس انا حطيتها مؤقتا عشان اعرف اصور لكم يعني. هشوف لي واحد كده يكون كويس ممكن اجيبه برضو. ان هو ب20، انا ما خدتش بالي ان هو ب20، بس مش عارفة التخفيض كام هنا يعني. هو عجبني الصراحة. بصوا حلوة قوي اي كاردز وكده. في شوية حاجات للبيت الصراحة ما تتلبسش يعني ده معقول، بس لو بيجامة يعني، لو لقيت منه بيجامة ممكن. اما بقى الحاجات التانية دي اللي عمالة تقع دي كويسة برضو. الحاجات دي كلها حاجات للبيت اهي. الاذواق هنا مش حلوة خالص يعني، مش ما تحبوش ان انتم تجيبوها. مش كلها، في حاجات يعني فين وفين افضل الف كتير كتير وادور عشان ممكن اجيب حاجة ايه احس انها معقولة يعني وتنفع ان انا البسها. دي كلها يعني حاجات اقطان كده. زي قمصان كده يعني للبيت. الخامات بتبقى كويسة معقولة يعني، بس تحسوا ان الشكل مش اللي هو قوي يعني. في حاجات طبعا مش هينفع ان انا اوريها لكم جزء كده خاص يعني، بس انا بوريكم الحاجات اللي هي البيتي المعقولة. بيجامة، لقيت بيجامة كده شورت يعني للبيت. سوري مش هعرف اوريها لكم، بعتذر. والبلوزة اللي انا كنت وريتها لكم عجبت فريدة، فايتس اوكي يعني، ملك فريدة اي حد. وجبت كمان حاجات كده لاحمد بسيطة. هحاسب بقى وهنخرج. خلاص حسبت اهو، جبت حاجات، جبت البوك اللي كان عاجبني اللي انا وريته لكم، وزي ما قلت لكم بيجامه وحاجات كده. بصوا انا دفعت يعني الفرق $5 يعني، انا كان ليا $25 من مشتريات سابقه، لان طبعا بشتري من هنا حاجات كتير قوي، وبعدين الحاجه زادت بقت ب30، فانا دفعت الفرق 5. فطبعا شيء كويس جدا يعني. انا خرجت بقى بره في المول نفسه. اذا لقيت حاجه كويسه هصورها لكم ان شاء الله. عايزه ادخل بات اند بودي، لان
برضو انتوا عارفين فتره الكريسماس هنا في عروض حلوه، هي بتتعمل العروض مرتين في السنه، مره في شهر 6 ومره في شهر 12. فانا هطلع المحل واشوف اذا كان في حاجه كويسه هصورها لكم، او برضو لو ما لقيتش فرصه ان انا اصور حاجات كتير هبقى اعمل لكم حلقه ان شاء الله من البيت بمشترواتي من باث اند بودي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.